الآن على شاشة الجزيرة مباشر مصر. هذا بث حي من ميدان رمسيس. من الواضح أن أنا الحقيقة لا أعلم من الجهة التي تطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع. هذا هو كوبري علوي فوق ميدان رمسيس مباشرة. يعني انضم إلينا عبد الرحمن عبد العزيز من ميدان رمسيس. عبد الرحمن، ما الذي يحدث لديك أو عندك تحديدا؟ رجال الشرطة على كوبري أكتوبر صعب الآن ويطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع، ونحن الآن يعني في حالات اختناق بين المعتصمين وقوات الشرطة المدنية تضرب الغاز المسيل للدموع. يعني حالات اختناق كثيرة والقنابل ما زالت مستمرة. يعني أرجو أن تبتعد عبد الرحمن عن مكان الغاز حتى نستطيع التواصل معك بشكل جيد، يعني وحتى يعني تحفظ أمنك الشخصي على الأقل يعني. لا أستطيع التحدث معك الآن. القنابل بكثافة نعم ونزلت حتى ميدان رمسيس في الأسفل. مفهوم يا عبد الرحمن. تفضل. القنابل كثيرة والشرطة تلقي القنابل بكثافة حتى الآن. نعم، من الواضح أننا حتى فقدنا الصورة اللي كانت تأتينا من ميدان رمسيس. عادت إلينا الصورة مرة أخرى من ميدان رمسيس. عبد الرحمن عبد العزيز الصحفي من ميدان رمسيس. أعلمنا الآن أن هناك قوات الشرطة قد بدأت بالهجوم على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لمحاولة تفريقهم، وحدثت عدة اختناقات عند مؤيدي الرئيس المعزول. يعني عبد الرحمن، لو كانت حالتك تسمح بالحديث أرجو أن تصف لنا ما يحدث أكثر. تفضل يا عبد الرحمن. معك قوات الشرطة على كوبري أكتوبر، وتقهقر المتظاهرون الخلف قليلا بسبب الاختناقات الموجودة في صفوف المتظاهرين، ولكن هذا لا يمنع أنهم مستمرون في هذه التظاهرة ومستمرون في هذا الاعتصام. قوات مدرعات من الجيش متواجدة، قوات من الداخلية والشرطة التي تلقي قنابل مسيلة للدموع. المتظاهرين الآن في الميدان يهتفون الله أكبر الله أكبر وتحيا مصر تحيا مصر. كما أقول لك أن بعض الأماكن في ميدان رمسيس تم انقطاع كهرباء عنها، وما زال تواجد الشرطة حتى الآن على الكوبري، ويقومون يحاولون أن يسيطروا على كوبري 6 من أكتوبر لفتحه مرة أخرى بقنابل مسيلة للدموع. عبد الرحمن، أرجو أن تستريح قليلا وأن تبتعد عن أماكن الغاز، لكن من الواضح مشاهدينا كما نرى على هذه الصور التي تأتينا مباشرة من ميدان رمسيس ومن كوبري 6 من أكتوبر، بعض قوات الأمن قامت بضرب الغاز على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. نعم، أترككم الآن مشاهدينا مع هذه الصور الحية التي تأتينا من ميدان رمسيس وكوبري 6 من أكتوبر. ما تجري كيف يا عم؟